الهدف بتاعه الأساسي ده توضيح الحقائق حول الإبادة الجماعية للمواطنين بتاعنا في دائرة روين في مقاطعة بيمنم أنا ورفين. صراحة بتاريخ يوم 1 شهر 3 2026 حوالي الساعة 5 بالصباح جوا من ميليشيات بتاع ترشوان. جوا ده جاي من مقاطعة ميوم وفوقه عناصر بتاع ديفيجن 4. القوة ده بالصباح قردن منطقة روين وبعد أطلقوا نيران بشكل ممنهج لقتل الناس. في الهجوم الناس الماتوا الدفنوهم صباح ده 169 فرد، فوق النساء، فوق أطفال، فوق كبار السن، وفوق شباب. دفنوهم الصباح ده في منطقة بيمنم في مقبرة جماعية. الناس المعوقين أو الجرحى عددهم 68 نفر. المفقودين الناس الجرو نتيجة لكثافة بتاع نيران العدد اللي حاولوا يحصروا كمفقودين هم 15 نفر، والعدد ده احتمال يزيد. السؤال الأساسي ده منو مسؤول من عملية بتاع قتل بتاع مواطنين بتاعنا في بيمنم؟ المسؤول الأول لعملية بتاع إبادة جماعية في بيمنم ده محافظ بتاع مقاطعة ميوم هونوربل جاكسون مود. الزول ده هو ياو خطط وياو سلة شباب بتاع ترشون بتاع ميوم وقعدوا هجوم. لو في زول تاني عنده علم ده غفنا بتاع يونيتي ستيت ريكبيم كان عنده علم بتحركات بتاع ميليشيا بتاع ميوم لمنطقة بيمنم. لو في زول نمر 3 ده قاعد بتاع الفرقة اللي هو بولجان تب، لأنه بولجان قبل المجزرة هو رسل ناس لا بيمنم ومشى قال للسلطات هناك إنه ما في حاجة بحصل. وطوالي لما فات الهجوم حصل طوالي، وده ما أول مرة إنه بولجان يعمل كلام زي ده. في سنة الفاتت يوم 1 شهر 4 سنة 2025 بولجان كان مشى، وبعد ما
مشى بيمنا مطلع الناس قتلوهم. ويتو سميتو إنه 51 زول وأكثر من 40 جريح كان قتلوهم السنة اللي فاتت في أبيمنا. مواطنين بتاع روين والشعب الجنوبي الموجود في جنوب السودان والموجود برا السودان، كان في دول بتاع إفريقيا، كان في أوروبا، كان في آسيا، الثلاثة الأشخاص أنا ذكرتهم ده هم المسؤولين الأساسيين في مجزرة وإبادة بتاع مواطنين بتاعنا في مقاطعة أبيمنم. في مؤتمر صحفي عمل السلطات في إدارة روين الهو رئيس الإدارية استفانو ويو دميلك، وذكر في مؤتمر صحفي حقه إنه الناس عملوا هجوم ناس آيو كلامنا ما صح. أننا نقول حقائق لرأي العام وللمواطنين بتاعنا بتاع روين. العمل الهجوم ده شباب بتاع ميوم كاونتي برئاسة بتاع محافظ مقاطعة ميوم هونوربل جاكسون مود. الآيو في ميوم ما في مال فوق آيو يا جنوبين. آيو قاعد في جود كاونتي، قاعد في كوت كاونتي الهو جاي وجود دجكن، وقاعد في روكنا كاونتي الهو ليك وماشي لأدوك وميندي دو فنجا جار. ده المناطق بتاع آيو اللي هنا عارفينه، ما فيها جديد علينا. فعايزين نسهل المعلومة ده إنه مؤتمر صحفي بتاع رئيس إدارة روين ما سليم ودير يدلل الناس. وكمان لو شفت استيتمنت بتاع وزير الإعلام بتاع يونيتي ستيت ما مشى ركز على استيتمنت بتاع رئيس إدارية بتاع روين. عايزين نوضح لكم هو محافظ مقاطعة ميوم، حاكم ولاية الوحدة وقائد الفرقة الرابعة كل جانتب. يا مواطنين بتاع روين وشعب بتاع جنوب السودان، القاعد يحصل في روين ده حاجة منظم well planned and well coordinated. Our brothers أخوان بتاعنا في يونيتي ستيت أولا هما دايرين حاجة اسمه إدارة روين. فبالتالي القصة ده ما بدأ في الفينات، القصة ده بدأ بعد CPA لما كمرة تعبان كان حاكم. أننا لو حصرنا مواطنين بتاع روين الماتوا بواسطة بتاع ميليشيات البيجي من مقاطعات بتاع ولاية الوحدة ما أقل من 1500 بني آدم. فالهدف بتاع قتل مواطنين بتاع روين الهدف هو التهجير للمواطنين، وبعد الأراضي بتاع مواطنين بتاع روين والرصورة بتاعه بالتحديد البترول يكون تابع لولاية الوحدة، لأنه البترول الشغال هسه حاليا 95% ده في أراضي بتاع روين، يبدأ من كبر نيابول الهو يونيتي أويل فيل، ده كل مناطق روين. البترول في ولاية الوحدة ياو قاعد في منطقة بتاع جيجي الهو ترجاس. أننا عايزين شنو كمجتمع بتاع روين؟ أننا كمجتمع بتاع روين عايزين شيئين. إننا يجين مطلب. المطلب الأول عايزين إنه جنرال سلفا كير مياديد رئيس الجمهورية إنه يكون لجنة قومية عشان يعمل تحقيق لمجزرة وإبادة الحصل في أبيمنم، ونتيجة بتاع التحقيق كل المتوردين
كل المجرمين يودون للعدالة. ده مطلب رقم 1. المطلب رقم 2 والأخير إنه بنطلب وبنلتمس من رئيس الجمهورية جنرال سلفا كير ميادين إنه يوفر الأمن لإدارية روي. توفير بتاع الأمن ده بتم كيف؟ إنه يعملوا ديفيجن ويسموه ديفيجن 13، لأنه آخر ديفيجن ده ديفيجن 12 القاعد في ليغ ستيت. ديفيجن 13 ده يكون مسؤول عن مواطنين بتاع روين وبترول بتاع روين وأرض بتاع روين. ليه؟ لأنه ديفيجن 4 شغال شغل مزدوج. ديفيجن 4 بنهار هو بقول أنا جيش قومي وطني، بالليل ده جيش بتاع ولاية واحد اللي هو ولاية الوحدة. ففي عملية بتاع تواطؤ اللي هو collaboration within division 4. عشان نتجنب الكلام ده أننا عايزين منك سعادة